اغرب تمرينة بوش هتتمرنها عشان تسرع نموك العضلي. والغريب ان الناس مش مهتمه بالتمرينه رقم 5. اول تمرين هيكون الفراشه، وركز انك ما ينفعش تتني كوعك، لازم تفرده عشان تستفاد من التمرين ده اكبر استفاده، وما ينفعش تبقى عامل قرش. خلي ظهرك مستقيم واظبط الكرسي بحيث ان دراعك يكون بشكل افقي، ولا هو بيزق لتحت ولا هو بيزق لفوق، لازم يزق بشكل افقي على الشيست. التمرين التاني هتخش على الكيبل وهترفع البقره لحد ما تبقى في مستوى كف ايدك. حط الشداد بتاعك، زق الكيبل بايدك العكسيه وخد خطوه لورا وابدا زق ايدك لفوق وانت فارد كوعك. وارجوك مش عايز اشوفك عاكس نفسك كده، ده مش بيعمل استرتش للكتف. الميلان ده بيفعل عضله مختلفه اسمها السوبرا سباينيتوس. تالت تمرينه هترفع الكيبل لحد مستوى راسك وهتجيب حبل وهتلعب تراي بوش داون. حركه فتح دراعك لبره دي التراي مش بتعملها فملهاش اي لازمه. كل المطلوب منك بس انك تفرد كوعك، مش محتاج تلف معصمك، وما تمرجحش كوعك معاك، لازم تثبته في نقطه معينه. بعدها هتلعب شيست عالي على السميث، ولازم تخلي كوعك بزاويه 45 عشان تحاذي اتجاه الياف الشيست العلوي. وعشان ما يحصلكش مشكله في كتفك لازم تتاكد ان البار بينزل على مستوى شيستك مش على مستوى رقبتك، وما تعملش قرش، خلي ظهرك كله لازق في الجهاز. التمرين الخامس اللي معظم الناس اهملته اخر فتره بسبب الحمل الغير مباشر هو الكتف الامامي، وتقريبا مصر كلها دلوقتي كتفهم اصغر من اصغر عضله في جسمك، فلازم تدخله في جدولك وما تشغلش بالك تمسك من انهي مكان، الاتنين واحد. بعدها تيجي على السحب العالي وهتحط حبل، وهتختم التمرينه بالبطن. امسك الحبل وابدا اتني عمودك الفقري، وركز انك ما تبقاش غطسان في الجهاز، لازم ترجع على طرف الجهاز وما تطلعش وتنزل بدراعك، انت دراعك ثابت وبتتني عمودك الفقري وبتفرده تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك واعمل سيف للفيديو عشان تقدر ترجع له في اي وقت وانت رايح تتمرن.